اليوم الحد رانا على موعد مع سهرة عائلية جدا في برنامج عشت وشفت. سهرة تعدنا بالارتجاف خوفا وذعرا واشمئزازا، فهل هناك كرم حاتمي أكثر من هذا؟ في المشهد الترويجي البرومو اللي صنع بكثير من المؤثرات الدرامية، وكأننا بصدد الترويج لفيلم رعب هوليودي، يظهر الأب المكلوم يبكي بحرقة شاكيا وباكيا مرددا راك شفت خويا يوسف. وهنا يتجلى العجب العجاب في أبهى مظاهره الإعلامية. إذا كانت الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات ولقيت في تليفونها فيديوهات فظيعة وكارثية، السؤال الساخر اللي لازم نطرحه: كيفاه وصلت هذه الفيديوهات من هاتف الطفلة إلى قاعة المونتاج ومن ثم إلى أعين المنشطين؟ المسار الطبيعي والمنطقي لأي محتوى مخل بالآداب وبالحياة: الهاتف، الأمن، وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق. أما المسار الحداثي المبتكر للبرنامج: الهاتف، المنشط يوسف، المنشطة فريدة، المخرج، المركب، ملايين المشاهدين. الكرم الإعلامي تجاوز كل الحدود. وقت اللي تقمص الأخ يوسف دور رئيس قاعة العرض وطلب من الزميلة نتاعه فريدة بكل أريحية واتيكات إعلامي: فريدة سيل تو بلي كملي الفيديو. يا للروعة، محتوى تهتز له الأبدان. يفترض أنه جريمة يعاقب عليها القانون. يتداول بين طاقم البرنامج كأنه لقطة طريفة من برنامج كاميرا خفية أو فيديو ترند يحتاج إلى تقييم المنشطين. تخرج علينا المنشطة المحترمة فريدة باش تقول وهي في حالة ذهول: أول مرة في حياتي نشوف حاجة كما هذه، وإن شاء الله ما جيتش نشوفهم. حسنا يا سيدتي المحترمة، نحن نثق في براءتك ونشكرك على أحاسيسك الجياشة، ولكن سؤالي البسيط: علاش شفتيها أصلا؟ وشكون اللي أعطاك وأعطى لزميلك يوسف الصفة الضبطية أو القضائية لمعاينة محتوى مخل بالآداب وحماية الطفولة؟ أسكو تحول الاستوديو إلى ملحق إلى المحكمة المحترمة، أم أن دموع الأب والطفلة تحولوا إلى مجرد وقود لإشعال نسب المشاهدات وتأمين عقود الإشهارات؟ تحويل الفضيحة أو الواقعة الصادمة إلى مادة للتشويق تحت شعار استعدوا لأصعب قصة. انحدار قيمي. خلينا نتساءل: وش هو الشيء اللي خلينا نرتجف منه خوفا واشمئزازا؟ المحتوى اللي في تليفون الطفلة، ولا الطريقة اللي راكم تتاجروا بها بهذا المحتوى عبر الشاشات؟ أمام هذا المشهد السريالي ليعرض فيه هذا المحتوى الصادم على طاقم تلفزيوني كامل قبل أن يصل إلى العدالة، لم يعد الصمت مقبول. رانا أمام قضية واضحة المعالم تجاوزت مجرد سقطة إعلامية إلى شبهة خلق القوانين الخاصة بحماية الطفولة وحرمة الحياة الخاصة وتداول محتويات غير قانونية. لذلك ومن هذا المنبر نتوجه إلى مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية، سلطة ضبط السمع البصري، النيابة العامة، كل حسب اختصاصه للتدخل والنظر في هذه المهزلة. عشنا وشفنا الكثير على القنوات، لكن أن يصل الأمر إلى جعل هواتف الأطفال وبلاويهم مادة دسمة للدردشة التلفزيونية وطلب إكمال الفيديو بالمنظر البشع، هذا ما لم نكن نتمناه أن نعيشه أو نراه. هذا مكان. الله في رواحكم. السلام عليكم.